بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده طبعا هنكمل كلام عن الفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كنا طلعنا عملنا البي سي اي على جروماكس، وعايزين بقى دلوقتي نرسم الداتا ديت. تمام. طبعا انت ممكن ترسمها باي طريقه، باكسل مثلا او اي برنامج تاني، بس احنا النهارده هنتكلم او هنعرف ازاي نرسمها باستخدام المكتبه اللي اسمها بلوتلي اللي هي موجوده في البايثون. كان في فيديو قبل كده كنت عملته برضه بيتكلم عن ازاي تستخدم بلوتلي علشان ترسم الداتا اللي بتاع زي الار ام اس دي والار ام اس اف، الحاجات دي اللي بتطلع من الام دي اس يعني عامه وكده. فساعتها كنت شارح ازاي التصميم بتاعها وايه الحاجات اللي انت محتاج تسطبها. فمش هنعد دوت هنا. هنفترض اللي هي موجوده. لو مش موجوده او مش متسطبه عندك، يا اما ندور على جوجل ازاي تسطبها او تشوف الفيديو. تمام. هنا بس في اول خليه بعمل شويه امبورت، وبعرف شويه دوال، والفيجر يعني دوال خاصه بالداتا وكده، وده اللي خاصه بيه الابديت بتاع الفيجر اللي هو عنوان الفيجر مثلا، المكان الليجن، حاجات زي كده، الفونت وكده. تمام. طيب رنينا الخلية دي. تمام. بعد كده بنعرف شوية variables. تمام. مثلا الديستنيشن اللي هو مكان الفولدر اللي فيه الداتا اللي انت ترسمها. تمام. واسامي اسم الفايل اللي هو بتاع الايجن فاليو، اسم الفايل بتاع الوزن كونتنت، واسم الفايل اللي هو بتاع الكومبلكس وبتاع الليجند من غير الكومبلكس، من غير الليجند، البروتين من غير الليجند. تمام. بس هنا بنحط الديستنيشن كامل عشان دوت موجود في فولدر تاني. تمام. طيب بعد كده البروجكشن اللي هو ملف اللي هو بروجكت دوت اكس في جي، والبروجكشن اللي هو باي دايمنشنال 3، والثري دايمنشن. الاربعه دولت موجودين في نفس الفولدر دوت. تمام. ما تركزش في اسم الديستنيشن عندي عشان هو انا فاتح هنا من الدبليو اس ال بتاع اللينكس بتاع الويندوز. تمام. فاكني كاني شغال من اللينكس، عشان كده لازم اكتب بس سلاش ام ان تي سلاش اسم الدرايف اللي هو عليه الداتا، بعد كده اسم الفولدرات بعدين. لو انت شغال من الويندوز عادي هتاخد كوبي بيست عادي للديستنيشن، تيجي هنا كده كوبي وتحط بيست فيه اسم الفاريبل بتاعك. تمام. طيب بعد كده اسم الليجند اللي هيستخدمه علشان يعرف اسامي الفايلات دي، اللي هي الباي دايمنشنال بروجكشن بتاعت الكومبلكس، اللي المفترض اسم الفايل يبقى بالفورمات ده، اللي هو مثلا 2 دي بروج اندرسكور 1 2 اندرسكور اسم الليجند. هنا كان نفس الفكره بس اندرسكور ابو اللي هو البروتين من غير الليجند. يعني دي المقارنه اللي احنا بنعملها هنا. تمام. بعد كده اسم البروتين بتاعك اللي هو من غير الليجند وبالليجند، وخلينا ماشي، و شويه متغيرات اللي هو اسم التايتل بتاع الرسمه. تمام. بتوين مثلا بي سي اي، يعني كام وكام يعني، وبعد كده الاكس واسامي الاكس والواي بتاعتك. طيب عرفنا المتغيرات، نرن الخلايا. اول حاجه نرسمها اللي هو السكريبت بلوت، او علاقه بين الايجن فاليو ورقم الايجن فيكتور. في الغالب تبقى حاجه زي كده. تمام. خلينا نشوفها بصوره اكبر شويه. يبقى حاجه زي كده. تمام. ايه الرسمه دي؟ الخط الازرق دوت اللي هو العلاقه بين الايجن فاليو مع الايجن فيكتور، رقم الايجن فيكتور يعني. اول ايجن فيكتور ده كان قيمه الايجن فاليو بتاعته، لان ايجن فيكتور دي القيمه بتاعته، وهكذا اللي هي 15.5 وهنا 272.8. طيب استفدت ايه من الرسمه دي؟ هنا بيقول لك عند الايجن فيكتور الثاني ده كان مقدار الفاريانس المحتفظ بيه. فايه فكره البي سي اصلا؟ اللي هو بيلاقي الفيكتور اللي لما يعمل عليه بروجيكشن هيبقى ده اكبر فاريانس، وده بيسميه البي سي 1. تاني فيكتور في فاريانس اللي هو اقل على طول من الاولاني هيبقى بي سي 2، وهكذا. تمام. فهنا بيقول لك ان عند البي سي 2 كان مقدار الفاريانس 15.5، هنا كان 272.8. تمام. فالمقدار كبير، اقل بنسبه كبيره يعني. ممكن نقول ان عند البي سي اي الثاني دولت اول 2 بي سي اي كافيين اننا نستخدمهم علشان نعبر عن السيميوليشن بتاعتنا. الاحمر
نسبه كل بي سي اي بالنسبه للتوتال فاريانس. يعني اول بي سي كان نسبه البي سي كلها، نسبه كل بي سي بالنسبه لكل فاريانس. تمام. يعني اول بي سي محتفظ ب 77%، مجموع اول 2 بي سي 81 و4، مجموع اول 3 بي سي احتفظ ب 83.9%، 9% من توتال الفاريانس. تمام. الاحمر ده السكيل بتاعه اللي هو على اليمين، والازرق اللي هو السكيل بتاعه على الشمال. تمام. والاسامي موجوده على اليمين هنا، ده الليجند بتاعك. طيب حلو. ده كده اول رسمه. وازاي نترجمها مثلا؟ لان الرسمه اللي هي كوزين كونتنت ده بيقول لك كل بي سي نسبه الكوزين كونتنت اللي فيه قد ايه. هي الارقام بتاعتها من 0 ل 1، كل ما تزيد كل ما معناها مع كل معناه ان الموشن الموجوده في البي سي دوت راندوم. تمام. فلو مثلا نفترض البي سي واحد كان القيمه بتاعته عاليه، ده معناه ان السيميوليشن بتاعته ما كانتش كافيه. ليه؟ علشان المفترض البي سي واحد دوت ده اللي يبقى فيه الاكبر قيمه فاريانس. طيب اكبر قيمه فاريانس ناتجه عن حركه راندوم، حاجه عشوائيه. تمام. فبالتالي السيميوليشن بتاعتهم كانت صغيره مش كافيه ان تخلي البي سي اي يعني يديتكت موشن مش راندوم. تمام. فمحتاج كنت تزود مثلا السيميوليشن لمده اكتر. تمام. طيب بعد كده بنرسم اول 10 بي سي كهيستوجرام وكلاين تشارت. فاول 10 هيستوجرام همت. تمام. هنستفاد منهم ايه؟ كل ما بيبقى الديستريبيوشن بتاعك جاوسيان او نورمال ديستريبيوشن، ده معناه ان البي سي دوت مش بيدل على فاليو هيدل على فاليو راندوم. يعني كل ما يبقى مور نورمال كل ما ليفله تبقى مور راندوم. تمام. فهنا مثلا اول بي سي سكيوت شويه للليفت، يعني القيم متشفته للشمال. تاني بي سي باي موديل في قيمتين. تالت بي سي يعني ماشي. رابع بي سي ماشي. الخامس من اول السادس تقريبا الى حد ما بدا يبقى نورمال ديستريبيوشن شويه. تمام. والخامس والرابع يعني لحد ما. تمام. لكن اول ثلاثه مش نورمال قوي. يعني اول اثنين مش نورمال خالص. ثالث والرابع برضو يعني زيه، بس تقريبا العكس الناحيه الثانيه. المهم ده كده كان الديستريبيوشن بتاع كل بي سي لوحده، او يعني كهيستوجرام. طب عايز اعرف تغيير البي سي مع السيميوليشن تايم. فاللاين تشارت لل10 برضو بي سي. تمام. طيب ده ممكن يفيدنا في ايه؟ ممكن مثلا يفيدك مثلا نفترض كان مثلا القيم البي سي كانت ماشيه في اتجاه معين. يعني مثلا خلينا نشوف اللي هو الثاني الباي موديل ده. اللي حصل هنا اول مثلا 70 نانو مثلا ولا حاجه كانت في متوسط قيم معينه، وباقي السيميوليشن كانت متوسط تاني. فهنا مثلا معناه ان في اختلاف في السيميوليشن، في الاختلاف في الحركه اللي هو بيديتكتها البي سي 2 مع التايم، يعني خلال التايم بتاع السيميوليشن. تمام. طيب بعد كده بنرسم ال 2 دي بروجيكشن. اول 3 بي سي هنرسمهم اتنينات مع بعض. يعني مثلا اول واحد مع تاني واحد، اول مع التالت، التاني مع التالت. طيب هنا ايه اللي ظاهر؟ طيب الاحمر ده اني سيميوليشن. بص على الليجند اللي تحت اللي هو الازرق او ايه الاصفر، نقط الزرق والصفر. الصفرة ده الافريج ستراكشر بتاعت الاب بروتين، الازرق الافريج ستراكشر بتاعت الرول بروتين. فبالتالي الازرق موجود فين؟ عند الاحمر، النقطه اللي هي الحمراء. فبالتالي دي السيميوليشن بتاعت الكومبلكس بتاعك. والاصفر دي السيميوليشن، النقطه الرمادي يعني او السوداء ديت السيميوليشن بتاعت البروتين بس. تمام. طب ليه كل واحد ليه تدريج من الالوان، مثلا من الابيض للاحمر او من الابيض للاسود؟ عشان الرينج بتاع الالوان ده بيدل على رقم الفريم. فكل ما بقى ابيض كل ما ده معناه في البدايات، كل ما بيغمق كل معناه في نهايه السيميوليشن. تمام.
طيب فملاحظينه مثلا اول اتنين او البروجكشن بتاع اول اتنين بي سي ان السيميليشن بتاعت الهولو والابو مختلفين عن بعض. تمام، عشان كل واحد ليه زي دنسيتي موجوده في مكان مختلف عن التاني. تمام، بمعنى اصح ان البي سي 2 بيقدر يفرق بين الاتنين سيميليشن دولت، على عكس البي سي 1. يعني لو بصيت كده عملت بروجكشن للقيم دي على البي سي 1 هتلاقي في جزء هنا كده مشترك بين الاتنين، مش قادر يفصل الاتنين سيميليشن عن بعض. على عكس البي سي 2 لو عملت بروجكشن على عمود الواي هتلاقي الجزء الاحمر متجمع في حوالين ال10 مثلا، والجزء الاسود حوالين -10 في الجزء السالب. تمام، 1 و3 مثلا. لا هنا في اوفرلاب كبير جدا، فهنا في جزء متشابه في السيميليشن بين بناء على الاثنين بروجكشن دولت او على الاثنين فيكتورز دولت اللي هو بيساوي 1 وبيساوي 3. 2 و3 لا ده في ناحيه وده في ناحيه، وبرده البي سي 2 هو اللي بيفرقه. تمام. طيب عايزين نرسم بقى الثلاثه دي. تمام، الثلاثه مع بعض بقى، الثلاثه بي سيز مع بعض في رسمه واحده. تمام، برضو الابيض بدايه السيميليشن والغوامق من نهايه السيميليشن، فهنلاقي ان الاثنين سيميليشن كانوا بادئين في البدايه، عشان وده صح. ليه؟ عشان انا بادئ السيميليشن في الحالتين السيستمين بنفس الاستراكشر، بس الفرق ده في وجود الليجند وده من غير الليجند، فهيبقوا بادئين في حاجه كومن، بعد كده اشوف بقى اللي هيحصل اثناء السيميليشن. فده راح في ناحيه الاسود اللي هو الرمادي الابو بروتين، والاحمر اللي هو البروتين اللي هو الكومبلكس بتاعي. تمام، فادي الصور اللي بتتسيف. تمام، عندك الثلاث او الاربعه بروجكشن اللي هو الباي وال3 دي، السكريبلوت، اللاين والهيستوجرام، والكوزان كونتنت. تمام، ده كده كان الرسومات بتاعت بروتلي. في حاجه اخيره، حاجه كنا عملناها يعني في الفيديو اللي فات اللي هو بتاع اللي احنا بنعمل البي سي اي على جروماكس، انه بيعمل فين كده. لو عملنا كده، ده كده الحركه بتاعت البي سي الاولاني. تمام، بتاعت الكومبلكس دي في الحركه بتاعت البي سي الاولاني بتاعت الابو. تمام، طيب طبعا مش هينفع تحط الفيديو في البيبر نفسها في المانuscript بتاع البيبر، ممكن احطها ك مثلا سبلمنتري ماتيريال او كده. طيب ايه البديل؟ البديل انك ممكن تعمل حاجه زي كده. هناخد دي كده تقريبا مع دي، فيطلع لها حاجه زي كده. دي ممكن تحط كصوره. طب دي جت منين بقى؟ اللي احنا طالعين من جروماكس اللي هو ملف البي دي بي دوت وملف البي دي بي دوت، سواء في اي واحد من الثلاثه بي سي. تمام، هنعمل ايه؟ في الكود دوت مع الملف ده، الملف اللي هو دوت بي ام ال ده كود بايثون عادي، ممكن تفتحه بيه او بيتفتح بالبايمول، يعني بيترن السكريبت دوت جوه البايمول. تمام، فالكود ده بيعمل ايه؟ اول حاجه بيفتح ملف البي اكستريم 1 اندرسكور ابو دوت بي دي بي اللي هو ده. تمام، بعد كده يروح مرن المود فيكتور دوت باي اللي هو ده. تمام، هيسبلت الستيتس بتاعت الفايل ده، و هيدخل الفاريبلز ديت للسكريبت اللي اسمه مود فيكتور. تمام، وبعد كده شويه رسومات كده بيظبطها، وبيلون جرين للبروتين اللي هو الابو بروتين، وبيسيف كدوت بي اس سي. نفس الفكره في الاكستريم 2 ابو واكستريم 3 ابو. تمام، طيب دولت كده للابو بروتين، 3 فايلات بتوع الابو. عشان ترن الكومبلكس نفس الملف هعمل بس ريبليس، بدل ما اكستريم 1 اندرسكور ابو لا اكستريم 1 بس، او اسم البي دي بي اللي هو بتاع الكومبلكس حسب ما انت مسميه. هتغيره هنا والجزء ده بس هتسيب اندرسكور 3 اصفار 1 لغايه 0 30. تمام، و فين؟ وهتغير هنا
الثلاث او الاربع اماكن دولت في كل جزء من الثلاثه دولت. تمام. وتروح رانن، تدوس كليك يعني هترن عادي، وهي بره كده تروح رانن كده كليك عادي، يروح فاتح بايمول، مش هيظهر حاجه، بس هيكون مسيف لك الملفات البي اس اي بتاعت الابو بروتين. نفس الفكره لما هتعملها مع الكومبلكس، هيطلع لك ملفين بي اس اي لكل بي سي اي او لكل بي سي، اللي هو واحد بتاع الكومبلكس ده اللي هو الاحمر، والتاني بتاع الليجند. بس عشان لما تيجي تفتح 2 بي اس اي محتاج تقول ميرج واوتوماتيكلي رينيم دبليكيت اوبجكت، عشان يبقى كل واحد هنا ليه الاوبجكت بتاعته. تمام. من اول من 1 ل 30 ده الكومبلكس، ومن واحد من هنا لغايه اخر هنا ده بتاع الابروتين. طيب التلوين، لو عايز اغير الالوان هتيجي انت عندك هنا في حاجتين بيتلونوا، الاسهم، خلينا نخفي واحد منهم، مثلا اللي هي الاسهم اللي هي الحمراء دي هنا مثلا، انا مش عايز الاسهم دي، مش عايز اللون ده، مش عاجبني مثلا، فتروح جاي هنا وهتغير بالنسبه للاسهم الهيد ار جي بي، تختار اللون اللي انت عايزه. هنا هنا مش بتكتب احمر ازرق كده، لا، ده عندك او 3 قيم، اول رقم اللي هو الريد، تاني رقم الجرين، تالت رقم البلو. فهنا معناه ان هيلون الاسهم جرين، عشان الريد والبلو صفر، قيم صفر، والجرين 255. انت عندك كل رقم من الثلاثه من 0 ل 255. تمام. لما الثلاثه 255 معناه ابيض، الثلاثه اصفار معناهم اسود. وعندك بقى الخليط بين الثلاث ارقام بقى المختلفه وكده. تمام. ده عشان الاسهم، فهنا هيلون جرين. طيب الكرتون بقى نفسه، البروتين نفسه، من فين حد شايف كده؟ كولر جرين مثلا، عايز تغير اللون فهتختار بقى اللون الجديد اللي هو مثلا بلو، ريد، اي كان. تمام. هنا بقى ككلمات. تمام. عشان بس يبقى نفس السهم مع نفس اللون بتاع الكرتون يعني. تمام. وانت بتغير من هنا من ابو للاكستريم بس، اكستريم واحد بس، ما تنساش تغير اللون عشان ما يبقاش الاثنين سيستم نفس اللون، فهتبقى متلخبط بينهم هنا وهنا. تمام. طيب وده كده الاناليسيس، او معنى صح الرسومات بتاعت البي سي اي، والحاجات اللي احنا بنطلعها بالبايمول مثلا. طبعا الحاجات دي موجوده في الديسكربشن، الاكواد والملف اللي هو البي ام ال مع المود فيكتورز. تمام. انا كنت استفدت، والسلام عليكم.